شابتر 2 في اللي بيتكلم عن السيركلز الدوائر. بس قبل ما نبدأ فيه في 3 حاجات احب تعليق على الفيديو بتاع الستريت لاين. 3 حاجات بسيطة. اول حاجة لما قلت لك ان انا باجي اجيب المسافة بين خط ونقطة اللي هي المسافة دي، قلت لك ساعتها ان هي مش شرط تكون مستقيمة وممكن تكون كده. الكلام ده غلط. اي مسافة بين خط ونقطة لازم تكون عمودية، اللي هي اللي فوق. تمام. يعني مثلا في النقطة اللي تحت دي اللي احنا رسمناها هتكون كده اهو. تمام. دي اول نقطة. تاني نقطة، في برضه سؤال وانا بحله كان كده، اللي هو perpendicular bisector، اللي احنا قلنا ايه، منصف عمودي perpendicular bisector. إيه السؤال اللي حليته صح، كان الرسم غلط بس الخط كان مرسوم كده، فهو لا، هو ده كده غلط. ده كده غلط، لازم يكون كده اهو، بيقسم الاتنين في نفس الوقت عامل زي 90. تمام. دي تاني نقطة. تالت نقطة واللي هي اهم واحدة، لما بديك joint equation، ماشي، لما بديك اللي هي joint equation ان هما خطين في بعض وبقول لك describe، بعد ما describe مش عارف هي مطلوبة ولا لأ، بس غالبا مطلوبة. خلاص انا طلع لي ايه، خطين x و y وبيتا. خلاص انا عرفت الايه، x y والفا، عرفت ال y والبيتا والالفا، جبت المعادلتين. هعمل ايه، استأذنك تحلهم مع بعض. يعني ايه تحلهم مع بعض؟ يعني كأنهم linear system، تعملهم على الآلة، تعملهم بإيدك، حل المعادلتين ببعض. بعد ما احلهم الناتج هيطلع لي نقطة. النقطة دي اللي هي نقطة التقاطع بتاعتهم. ماشي، سواء انت هترسم مش هترسم، جيب نقطة التقاطع بتاعتهم اللي هم حل المعادلتين مع بعض. يعني اطرحهم، اجمعهم، اعملهم equation واحد، مود equation واحد اللي انت عاوزه. ماشي. دي تالت نقطة، ان انت تجيب الانترسكشن. طيب نبدأ بقى في شابتر 2 بيتكلم عن الدايرة. اول حاجة الدايرة، يعني اشهر شكل ليها، انت بيكون معاك سنتر كده، بيكون معاك سنتر. السنتر ده عبارة عن نقطة اكس واحد واي واحد، ومعاك راديوس. الراديوس ده اللي هو ايه، نص القطر. ماشي، ان احنا بنسميه ار. طيب معادلة الدايرة البسيطة جدا ان انت تقدر تعملها، ان انا اجي اقولك ان اكس ناقص اكس السنتر سكوير زائد واي ناقص واي السنتر سكوير بيساوي ار سكوير. دي شكل معادلة الدايرة البسيط جدا اللي انت عارفه. تمام. في بقى شكل تاني، واللي هو لو الدايرة دي في الاوريجين، السنتر بتاعها هو الاوريجين. السنتر بتاعه هو الاوريجين، يعني ايه؟ يعني ده بزيرو وده بزيرو. يعني ايه؟ يعني الاكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي ار سكوير. ليه؟ لان دي بزيرو ودي بزيرو، فكأنهم ايه، اختفوا. تمام. خد بالك الفرق بين الشكل ده وبين ده، لما اجي اقول لك ايه كده ناقص اكس واحد، ده مش هو ده. هنا السنتر بيكون فين؟ بيكون جوه الباور. السنتر، اي سنتر، سيركل، بارابولا، هاي بارابولا، اليبس، السنتر تحت الباور، ما عدا في البارابولا ناحية الاكس اللي مفيهاش باور ما بيكونش هنا، لان بوصلها ساعتها. بس المهم لو انا عندي باور فالسنتر بيكون تحت الباور. لو انا عندي باور لازم السنتر يكون تحت باور. هنا السنتر مش تحت باور، فده مش سنتر، امال ده سنتر. وخد بالك السنتر بعكس الاشارة. يعني ايه؟ لو انا مديك واحد واتنين هيبقى اكس ناقص واحد واكس وواي ناقص اتنين، بعكس الاشارة دايما. طب لو هي هنا موجب يبقى السنتر نفسه سالب. فاهمني؟ وهكذا. دي معادلة الدايرة بتاعت الاوريجين. وفي كمان شكل تالت للمعادلة، وهو الشكل الاساسي، اللي هو ايه، عبارة عن اكس سكوير زائد واي سكوير زائد 2 جي اكس زائد 2 اف واي زائد سي يساوي زي. هتقولي ده قريب اوي من شكل الخطين. هقولك اه، اللي يميز الخطين عن الدواير طبعا دي دايرة واحدة، هناك كانوا خطين. ايه اللي فرق بينهم بقى؟ ان هنا ما عنديش الترم اللي اسمه اكس وواي. بص هو مش موجود اصلا. تقولي جميل، يعني انا لو ملقتش اكس وواي يبقى انا احتمال اكون دايرة. لو لقيت اكس وواي نجيب الديترمنانت، لو طلع بزيرو يبقى انت ايه، خط. طيب في حاجة كمان، ملاحظ انه معامل اكس ومعامل واي مش رموز؟
تقول لي يعني انت حاطط لي هنا رموز وهنا رموز وهنا رمز، طب ليه مش حاطط لي جنب دول رموز؟ هقول لك لان معادلة الدايرة لازم تكون على الشكل ده. يعني ايه لازم تكون على الشكل ده؟ يعني الاكس سكوير ما يكونش جنبها الا واحد، طب سالب واحد ما ينفعش، والواي سكوير نفس الكلام، لازم معامل ده يكون قد معامل ده، لازم معامل ده يكون ايه قد معامل ده. ماشي، لو المعاملين اختلفوا المسألة يعني بيكون بقى بارابولا، هاي بارابولا، إليبس، مش مهم، المهم ان هما المعاملين دول يكونوا ايه قد بعض، ولو جنبيهم رقم ممكن اقسم عليه المعادلة كلها عادي. تمام، عشان يفضل جنبهم ايه واحد. دي حاجة يعني بتميز الدايرة، لازم معامل اكس يساوي معامل واي. طيب هتقولي طب والحاجات دي بعمل فيها ايه؟ هقول لك دي بعمل فيها اكمال مربع. لقيت عندي اكس سكوير واكس، اعرف ان انت تعمل اكمال مربع. لقيت عندك واي تربيع وواي، اعرف ان انت تعمل اكمال مربع. طبعا كل ده بعيدا عن الخطين، عن الخطوط. الكلام ده من دلوقتي لحد اخر المنهج مش ملوش علاقة خالص بالخطوط. طيب انا مثلا عشان اعمل اكمال مربع اجيب دي جنب اختها تبقى اكس سكوير زائد 2 جي اكس. طيب سيبك من الباقي دلوقتي، وانا عاوز اعمل اكمال مربع عندي شرط. ايه هو الشرط؟ ان لازم اللي جنب الاكس سكوير يكون بواحد، سالب واحد مينفعش، اي رقم تاني مينفعش، لازم واحد، لازم يكون اللي جنب اكس سكوير واحد. طيب معلش ممكن تفكرني بعمل ازاي اكمال مربع؟ هقولك اتأكدت ان جنب الاكس سكوير واحد، اقولك يعمل ايه؟ افتح براكت ده سكوير، عندي اكس زائد نص المعامل، نص الاتنين جي، طبعا دي مش 9، دي جي يعني نوع رمز اي رقم. تمام، وبره البراكت ناقص جي. طيب لو جي دي اصلا سالب، يعني لو دي اصلا سالب دي برضو هتفضل سالب، يبقى اللي بره دي دايما سالب، مهما ايه اللي حصل اللي بره دي دايما ايه سالب. اللي جوه عادي ممكن تبقى سالب او موجب على حسب الرمز اللي معايا. انا باخد نص بس، امال انا هنا بره دايما بطرح، بس ثانية يعني هنا مش بطرح من الجي، بطرح من إيه جي سكوير، بطرح من جي سكوير. ماشي فتبقى كده اطرح دايما، يعني مثلا لو احنا نقول ان انا عندي اكس سكوير زائد 3 اكس، فاعملها ازاي؟ اكس طبعا جنبها واحد زائد نص التلاتة اللي هي 3/2 سكوير، طيب ناقص كام مربع دي اللي هي 9/4، تبقى كده. تمام. طب لو انا عندي اكس سكوير ناقص 3 اكس، تبقى اكس طبعا اتأكد ان ده جنب واحد ناقص 3/2 سكوير ناقص برضو 9/4. شفت؟ الناقص اللي بره دي ايه دايما ثابتة. طب لو هي كده دي كده ما تنفعش، اعمل ايه؟ اسحب سالب بره، طبعا ده هيغير اشارته وده هيغير اشارته، اعمل اكمال مربع بقى، تبقى ايه اكس ناقص 3/2 دي احنا لسه عاملينها، بعد كده دخل السالب بتاعك، تبقى كده عشان السالب اتضرب هنا بقى موجب واتضرب هنا بقى سالب. تمام. دي كده ايه اكمال المربع للي ما بيعرفش يعملها. طيب تعال نكمل بقى ايه في موضوعنا. انا هنا لو انا هديك نقط، وعلشان اديك نقط تجيب لي بيهم معادلة دايرة، هتقول لي انت لما تجيب لي نقطة هشيل كل اكس وكل واي واحط النقطة بتاعتي ونقطة تانية وهكذا. انا محتاج كام نقطة علشان اجيب معادلة الدايرة؟ هقولك على حسب عندك كام مجهول. انا عندي هنا جي وهنا اف وهنا سي، يعني عندي 3 مجاهيل، يبقى لو اديت لك 3 نقط تقدر تجيب لي معادلة دايرة. طبعا لو 3 نقط ملهمش علاقة ببعض، مجرد ان هما بس على الدايرة. تمام، ما تتلكش اي هنت، ما تتلكش اي حاجة تانية، لازم اديك 3، 2 بس ما ينفعوش. ماشي. النقطة اللي بعدها إيه؟ طبعا التلات نقط دول لازم ما يكونوش على نفس الخط، ممكن نقطتين يكونوا على نفس الخط، 3 على نفس الخط من المستحيل ارسم بينهم دايرة، عليهم دايرة يعني. طيب ممكن اديك، دي حالة التلات نقط، ممكن اديك نقطتين بس اديك هنت، اقول لك ايه النقطتين دول هما طرف الدايمتر بتاع الدايرة.
ماشي ماشي. يعني ايه؟ يعني تخيل ان انا عندك دايرة اهو كده، وانا بقولك ان انت عندك دايمتر زي ده، ماشي، اللي هو بيمر ايه بالسنتر وبياخد من اول الدايرة لاخرها. تمام. مديلك النقطة دي مثلا B1، النقطة دي B2. انت هنا مديني نقطتين بس، وقالي ان دول طرف دايمتر. هل اقدر اجيب معادلة الدايرة؟ اقولك هتقولي ازاي؟ اول حاجة اقولك هجيب الميد بوينت، والميد بوينت هي السنتر، يبقى انا كده جبت السنتر. ماشي ماشي. عاوز اجيب الراديوس. طيب الراديوس ممكن اجيب من B1 ل B2 واقسم على الاتنين، مسافة بين نقطتين عادي، او اجيب المسافة بين السنتر وبين B1 او B2 اللي هي الحتة دي بس، وتبقى هي الراديوس على طول. تمام تمام. ده في حالة ان انا مديك نقطتين بس. طيب في كمان وفي طبعا الكتاب قايل المعادلة دي ممكن اعوض فيها تطلع لي equation الدايرة، بس دي يفضل ما تستعملهاش يعني، اللي هي x ناقص x النقطة الأولى في x ناقص x النقطة التانية زائد y ناقص y النقطة الأولى في y ناقص y النقطة التانية بيساوي زيرو. هنا بقى متعبة، هتعوض بنقط وتقعد تضرب براكتين في بعض وتفك وبتاع، فما تستعملوهاش. دي انا بس قلتها لك للأمانة العلمية انك تكون فاهم، طبعا ما اتقالتش في المحاضرة يعني كده كده. النقطة اللي بعدها ان ممكن الدايرة تكون خيالية imaginary. امتى تكون خيالية؟ لو الريدس بتاعها مثلا روت سالب، عادي، دي دايرة خيالية عادي جدا. ممكن يكون السنتر بتاعها حقيقي بس هي خيالية عادي جدا. ماشي ماشي. هنخش الموضوع تاني. لو انا عندك لو انت عندك دايرة، ماشي ماشي، وانا بكلمك على نقط، النقط دي اماكنها هيكون فين؟ يا اما نقطة جوه الدايرة، يا اما نقطة على الدايرة، يا اما نقطة برا الدايرة. حلو حلو. وده السنتر بتاعي. تمام. السنتر بتاعي اكيد مش هنا يعني، السنتر بتاعي. تمام تمام. طب انا اعرف، يجي يقولك شوف لي، يديك دايرة، يقولك ادرس الدايرة اللي هو ارسمها وجيب السنتر والراديوس، ويديك كام نقطة، يقولك شوف لي ايه علاقة النقط دول بالدايرة. هتقولي لو المسافة بين الدايرة والسنتر، نسمي دي مثلا، اهي دي دي، لو المسافة اصغر من الراديوس اللي هو في اول مثال ده، ساعتها بقولك ان النقطة دي in the point is in circle. طيب لو هي على السيركل بقولك the point is on circle. طيب لو النقطة دي برا الدايرة بقولك النقطة دي out the circle out of the circle. ماشي ماشي. دي اول حاجة. طيب تاني حاجة، لو انا مش هكلمك بقى عن نقط، انا هكلمك عن خطوط كده، هكلمك عن خطوط، يا اما خط بره الدايرة، ماشي، يا اما خط بيلمس الدايرة كده، يا اما خط جوه الدايرة. حلو حلو. نفس الكلام هدرسها بنفس الطريقة، اروح اجيب المسافة بين الخط وبين السنتر بتاعي. لو المسافة طلعت اكبر من الار يبقى انا اوت. طب لو المسافة طلعت قد الار، اللي هو انا بتاتش الدايرة، بلمس الدايرة، يبقى انا تانجنت. تانجنت اللي هو مماس. طب لو انا اصغر من القطر ده يبقى اسمي كورد اللي هو وتر تقريبا. تمام تمام. في برضو معلومة في الكورد دي انا اكتشفتها من قريب، مش عارف اوي هي صح ولا غلط، بس هي غالبا صح وهستعملها في حل سؤال، ان المسافة دي بين السنتر وبين الكورد، وده بيحصل في الكورد بس، ان هي ونخليها في وقتها احسن. ماشي. ان انا المسافة دي بتكون عمودية، لان انا بجيب مسافة بين نقطة وخط زي ما انا لسه قايلينها في اول الفيديو، وهي كمان بتقسم الكورد ده. تمام. بتقسم، لو هي عمودية فهي بتقسم الكورد، ولو هي بتقسم الكورد يبقى هي عمودية. ماشي ماشي. اخر حاجة واللي هو لو عندي دايرتين لو عندي دايرتين فهما ممكن يكونوا تعالى اول حاجة كده، ممكن يكونوا برا بعض
او انا مبدئيا انا هعرف ازاي العلاقة بين الدايرتين. عندي ايه سنتر دي وسنتر دي C1 C2، وعندي دي R1 وده R2. ماشي بجيب المسافة من C1 ل C2 اللي هي كل دي، لو طلعت اكبر من R1 زائد R2 اللي هو جمع الاتنين راديوس، معناه ان الدايرتين دول بعاد عن بعض. يعني ايه بعاد عن بعض؟ يعني ديس جوينت او separated. تمام. طيب لو انا جيت احسبها، ولقيت ان الدايرتين بيلمسوا بعض كده، يعني ايه؟ يعني المسافة بين الاتنين سي قد جمع الاتنين راديوس C1 C2 R1 زائد R2. ده معناها ايه؟ ان هما ايه بيتاتشوا بعض، تاتش او اور تانجنت. هما يعني او بلاش تانجنت، خليها تاتش احسن. هما بيلمسوا بعض، تاتشز اتش ار. طيب لو هي جوه بقى، يعني لو دايرتين كده جوه بعض، ايه اللي هيحصل؟ طبعا لو تاتش معناه ان هما في نقطة انترسكت بينهم، في نقطة بيلمسوا بعض فيها. دي انت غالبا بتجيبها، يعني تحل المعادلتين مع بعض وتجيبها. طيب لو الدايرتين جوه بعض معناها ايه؟ ان المسافة بين الاتنين سنتر اصغر من جمع القطرين دول. معناه ان هما ايه intersecting. intersecting. ماشي. طيب ماشي، ساعتها اللي بيحصل بيكون عندي نقطتين، ايه, بيكونوا لامسين فيهم بعض، ودي اللي انت برضو غالبا بتجيبها. هنخش على اخر موضوع وهو الراديكال اكسس. ايه هو الراديكال اكسس؟ سواء انت بتتكلم عن دايرتين بعاد عن بعض، او دايرتين intersecting، او دايرتين بيتاتشوا بعض زي كده، هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن خط. الخط ده هو بربنديكولار على المسافة بين ايه؟ بين السنتر، بين الاتنين سنتر، هو ايه عمودي عليهم. يبقى انا لو شديت خط بين السنتر ده والسنتر ده هو عمودي عليهم. طيب الخط ده ايه الميزة اللي فيه؟ الخط ده الميزة اللي فيه ان علاقات المسافة بين الدايرة دي والدايرة دي قد بعض. هتقولي يعني ايه؟ هقولك بص، معناها ان هو مجموعة من النقط، خط يعني مجموعة من النقط. المجموعة من النقط دول اللي هم على الخط، لو هم بره الدايرة الاولى يبقى هم بره الدايرة التانية. طب لو هم جوه الدايرة الاولى يبقى هم جوه الدايرة التانية. طب لو هم على الدايرة الاولى يبقى هم على الدايرة التانية. فاهمني؟ العلاقة هي بس المسافة مش هي عادي. العلاقة بس بره جوه على. طيب ماشي. ده ايه في الدايرتين. حتى اصلا الحتة الجاية ده عليك، الحتة الجاية اللي اقولها دي مش عليك، دي عشان تفهم بس. بيجي من المماسين دول، لو هما بعاد عن بعض بيكون هو الخط ما بين المماسين دول. طيب لو هما لامسين بعض، منطقي هيكون هو الخط اللي في النص. طبعا لازم اعدله شوية، انا بس ايه نعدله شوية، خليه كده خط عمودي. شايف النقط اللي بره الدايرتين، والنقطة الوحيدة الانترسكتنج كانت على الدايرة الأولى وكانت على الدايرة التانية. طيب لو هما دايرتين جوا بعض انترسكتنج كده، الخط بيكون فين؟ اللي بيعدي بنقطتين التقاطع. النقطة دي بره الدايرة الأولى وبره الدايرة التانية، النقطة دي على الدايرة الأولى وعلى الدايرة التانية. النقط دول جوه الدايرة دي وجوه الدايرة دي. النقطة دي على الدايرة دي وعلى الدايرة دي، والنقط دي بره الدايرتين، وهكذا. ده هو الراديكال اكسس، وهيفهمك ازاي بجيبه. وغالبا بيكون عليه سؤال واحد، واللي انا بطرح معادلة الدايرتين من بعض بيطلع لي الراديكال اكسس، بس بطرحهم بطريقة كده. تمام. ده كده ايه بالنسبة لشرح الشابتر كله. تعالوا بقى ايه للأسئلة. نيجي سيبك من الكلام ده كده. ايه نطلع الأسئلة. ماشي. أول سؤال اهو بيقولك عاوزك تديترماين الشكل ده. عارف الشكل ده ايه؟ y سكوير
زائد 4x زائد 12y زائد 21 بيساوي 0. تمام. عايزك تعرف الشكل ده بكل بساطة. هقولك مفيهوش x و y، يبقى هو مش خطين. طيب هعمل اكمال مربع عشان عندي ايه x سكوير و x، وهعمل اكمال مربع عشان عندي y سكوير و y. هعمل ازاي؟ اهو نجيبها جنب اختها. انا في الاول طبعا هنا ممكن من الاول خالص اقسم المعادله على 2، عشان اصلا اقدر اعمل اكمال مربع لازم اللي يكون الجنب الاكس 1، فاقسم المعادله كلها على 2. تمام. وبالعين معامل اكس قد معامل واي، فبالتالي هي ايه؟ دايره. اقسم كلها على 2 بتاعك اكس سكوير زائد واي سكوير زائد 2 اكس زائد 6 واي زائد 21 على 2 بيساوي 0. جيب كل واحده جنب اختها. اكس سكوير زائد 2 اكس زائد واي سكوير زائد 6 اكس زائد 6 واي. طبعا الباقي ينزل زي ما هو. اعمل اكمال مربع. ادي اكس سكوير زائد نص المعامل 1، واطرح من التربيع 1 تربيع 1. طيب زائد هنا واي ونص نص الستة 3 سكوير ناقص 9 كده، زائد طبعا 21 على 2 بيساوي 0. استأذنك تجمع لي السوالب وتسيب لي البراكتين دول. اكس زائد 1 سكوير. انا نسيت الآلة. دي الآلة. ماشي ثانية واحدة. ماشي، ده كده أول براكت. زائد تاني براكت. اجمع الباقي وادي الناحية التانية. ناقص 1. شوف انا هقولك انا بكتب على الآلة. ناقص 1 ناقص 9 زائد 21 على 2 هيطلع لك كام؟ نص. وادي النص الناحية التانية بعكس الإشارة يطلع لك سالب نص. حلو. طب انا الراديوس بتاعي مفروض هو الروت بتاع ده، هو الروت سالب نص. ايه ده؟ تقولي ده كده عادي؟ اقولك عادي، والدايرة imaginary. تمام كده نشوف الحل بتاعك. solution 2. السؤال الاولاني ايوه الدايرة ايه؟ imaginary سيركل عادي جدا. المثال ده اتقال في المحاضرة بس كانت 21 دي سالب، فبالتالي ما طلعليش imaginary، طلعت لي دايرة عادية. تمام. ده كده بالنسبة لأول سؤال. نيجي للسؤال اللي بعديه. السؤال اللي بعديه يقولك find the equation of the circle passing through the origin. حلو. اهي بص، بيقولك معايا دايرة بتباس الاوريجين، بتعدي على الاوريجين. passing through the origin، هي بتعدي، خد بالك مش السنتر بتاعها، يعني مش السنتر بتاع 0 و0، لا هي بتعدي على 0 و0 وعلى 2 و3، والنقطتين دول مالهم؟ ends of a diameter. ده دول طرفين diameter. ماشي، يبقى احنا ممكن نيجي هنا محتاجين نعرف النقطتين بتوعي دول فين. اول نقطة 0 و0 اللي هي دي، تاني نقطة 2 و3. نمشي كده 2 3 اللي هو تقريبا هنا. ماشي محتاج ارسم دايرة بينهم كده نصغرها كده. هي مش دايرة اوي يعني، بس انا هنحاول نظبطها على قد كده اهي. ده كده معناه، وطبعا ده عبارة عن دايركتر. حلو. دي كده الدايرة بتاعتي. محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجيب السنتر هو الميد بوينت. طبعا ده 0 و0 وده 2 و3. طب اجيب ازاي السنتر بتاعي؟ اقولك بسيطة، تعالى هنا كده. حلو. اقولك ايه؟ جيب لي نص المسافة بتاعت دي، هاتلي الميد بوينت. الميد بوينت هتقولي ان هو بيساوي 0 زائد 2 على 2 فيها الواحد. طيب، و3 زائد 0 على 2 فيها 3 على 2. يبقى ده السنتر بتاعي،
اللي هو الميد بوينت دي اللي لسه جايه. طيب انا عاوز اجيب الراديوس، ممكن اجيب مسافة بين الميد بوينت اللي هو السنتر والزيرو والزيرو مثلا، او اجيب المسافة بين الميد بوينت وبين مثلا ايه اللي هي النقطة التانية، وممكن اجيب المسافة من الزيرو والزيرو للاتنين على التلاتة واقسمها على الاتنين. ماشي تعالوا نجيب اللي هي المسافة اللي بين النقطتين نفسهم. اقول لك تعالى نجيب المسافة اللي بين النقطتين. مسافة الدايمتر هيقول لك ايه، زيرو ناقص 2 سكوير زائد زيرو ناقص 3 سكوير. تمام. هتطلع لك كام، 4 زائد 9 على روت 13 باين، روت 13. حلو دي كده المسافة كلها من هنا لهنا. هل انا عاوز دي على الريدس بتاع النص، الريدس بتاع الاتنين، اقسم على الاتنين، روت 13 على الاتنين. طيب معايا سنتر وراديوس، اقدر اجيب معادلة. هتقول لي اكس ناقص اكس السنتر سكوير زائد واي ناقص واي السنتر سكوير. حلو بعد كده اقول لك ايه، عاوز الراديوس سكوير، فالراديوس هيبقى 13 على 4، خدت له السكوير بتاعه. خد بالك انا هنا قسمت على نص وهنا اخدت سكوير، قسمت على نص واخدت سكوير. ماشي. طبعا كان ممكن اجيب مسافه بين الميد بوينت واي نقطه من دول وتبقى هي الراديوس برضه. تمام. ده كده بالنسبه لتاني سؤال. طبعا تعالى نتاكد من الحل بتاعنا. فين السؤال التاني؟ هو هنا طبعا عوض بالقانون اللي قلت لك عليه، اللي انا قلت لك اعرفه معرفه بس، وطلعت له بالشكل ده. هو طبعا الشكل ده لسه يعمل اكمال مربع عشان يوصل للشكل اللي انا جبته. ماشي بس هو بالنظر ماشي بالظبط. طيب ايه السؤال اللي بعديه؟ السؤال التالت. احنا كده مش نخلص على فكرة، احنا كده هنطول اوي. ماشي، ربنا يكون في عونكم. find the equation of circle passing through النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. ماشي، النقط بتوعي اللي هما كام، 2 و1 وسالب 1 و2 و0 و3. حلو. انا اصلا شكل المعادلة طبعا هي مدي 3 نقط، فانا بس كل اللي عليا ان انا اعوض في المعادلة. انا المعادلة بتاعتي اكس سكوير زائد واي سكوير زائد 2 جي اكس زائد 2 اف واي زائد سي بيساوي 0. استاذنك اعوض باول نقطة، تبقى 4 زائد 1 زائد 4 جي زائد 2 اف زائد سي يساوي 0. استاذنك اعوض بتاني نقطة، يطلع لي 1 عشان سكوير زائد 4 ناقص 2 جي زائد 4 اف زائد سي يساوي 0. اعوض باخر نقطة، يبقى لي 9 زائد 6 اف زائد سي يساوي 0. تمام. التلات اشكال دول اول معادلة ممكن نعمل الارقام ونوديها الناحية التانية، يبقى لي 4 جي زائد 2 اف زائد سي بيساوي كام، 5 وديها الناحية التانية -5. طيب ودي بالك -2 جي زائد 4 اف زائد سي بيساوي كام، -5 برضه. طيب اخر واحدة 6 اف زائد سي بيساوي كام، -9. حلو، دول ممكن تحلهم على الآلة باللي هي هقولك مود 5 اللي هو مود equation 2. هيطلع لك شكل 3 معادلات. هتكتب في الأول 4 2 1 -5، بعد كده -2 4 1 -5، بعد كده 0 لأن الجي هنا مش موجودة 0 6 1 -9. وتدوس هيطلع لك أول واحدة الجي، دوس تاني ايكوال يطلع لك الاف، دوس تاني يطلع لك السي، وترجع تعوض بيهم. هنا شيل كل جي وحط قيمتها وكل اف وحط قيمتها وكل سي وحط قيمتها. دي معادلة الدايرة. عاوز تعمل لها اكمال مربع بقى بعدها، مش عاوز براحتك. تعال نشوف حل الكتاب للكلام ده. احنا سؤال 3.
اهو جاب التلات معادلات وحلهم، طلعتله جي والاف والزيرو، وجاب المعادلة بتاعتي، شال كل جي وكل اف وكل زيرو حطهم. ما تنساش فين عندي اتنينات، ها متنساش. طبعا الكلام اللي تحت ده بيقولك لو انا عندي التلات نقط دول كولينير، معناه ان التلات دول كولينير، معناه ان التلات نقط على نفس الخط، ساعتها مش هقدر ارسم دايرة، هيكون الحل السيستم ده inconsistent، ملوش حل، الآلة هتطلع لك ايرور يعني. بس انت تأكد اول حاجة ان النقط على نفس الخط يعني. ماشي ماشي. نخش على السؤال الرابع. السؤال الرابع اللي هو ده بيقولك شو ذات ذا بوينت واحد واتنين، والنقطة التانية هل دول على الدايرة ولا برا الدايرة ولا فين. ماشي. اول حاجة لازم اخد معادلة الدايرة، اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص 2 اكس ناقص واي زائد واحد يساوي زيرو. النقطة الأولى واحد واتنين وواحد واحد. تعالى بس أول حاجة نظبط المعادلة بتاعتي. أنا علشان أعرف النقطة دي جوه الدايرة ولا بره ولا عليها، لازم أجيب السنتر بتاعي. طيب هنا هعمل إكمال مربع، هيبقى لي إكس ناقص واحد اللي هو نص ده سكوير ناقص واحد زائد واي ناقص طب ده المعامل بتاع واحد، نصه كام؟ نص ونص سكوير. طيب هطرح من النص تربيع، نص تربيع بكام؟ بربع، واحد بيساوي زيرو. حلو حلو. هنا هتبقى سيب بقى البراكتات لوحدها كده، اجمع الثوابت واديها الناحية التانية. السالب واحد هيروح مع الواحد هيبقى لي سالب ربع، سالب ربع بقى تروح الناحية التانية هتبقى بربع. ماشي ماشي. يبقى انا هنا السنتر بتاعي كام؟ واحد ونص، والار بجذر الار بنص. ماشي ماشي. طيب النقطة الأولى بتاعتي واحد واتنين، المسافة من واحد واتنين للسنتر بتاعي قد ايه؟ تعالى نجيبها. تبقى واحد ناقص واحد سكوير زائد نص ناقص اتنين سكوير. أول ترم هيروح، تاني ترم هيبقى بكام؟ جذر 0.5 ناقص الاتنين، طبعا تحت براكتات يطلع لي 3/2. طيب اني اطول، 3/2 ولا النص؟ طبعا 3/2 اطول. 3/2 فيها كام؟ سالب. 3/2 فيها الواحد وخمسة، والنص في اللي هو 0 و5، فبالتالي دي برا الدايرة outside the circle. طب النقطة واحد وواحد، جيب المسافة. طبعا اول ترم هيروح، تاني ترم هيبقى لي نص ناقص واحد سكوير، يبقى لي 0.5 ناقص واحد سكوير. تحسبها تطلع لك نص برضو. ايه ده طلع قد الراديوس بالظبط. يبقى النقطة دي on the circle، on the circle مش on ها on the circle. تعال نشوف السوليوشن اهو، lies on the circle. ودي النقطة التانية lies outside. lies معناها مكانها فين، هنا outside. ماشي. نخش في السؤال اللي بعديه، سؤال 5. احنا مطولين اوي، انا جايب النهاردة اسئلة كتير. ماشي. سؤال 5 امسح. بيقولك show that the line x زائد روت التلاتة y، انا في السؤال ده touches the circle x. ماشي طيب عاوز اعرف لو الخط ده بيتاتش السيركل دي ولا لا. تعالى نعملها. x سكوير زائد y سكوير، طبعا السنتر دي الدايرة دي السنتر بتاعها كام؟ 0 دي سي اللي هو سنتر يعني 0 والار بتاعتها ب4. تمام. لو عاوز ترسمهم ارسمهم. وانا عندي الخط ده طبعا الواي بره الروت، الواي بره الروت بيساوي 8. عاوز اعرف لو هو بيتاتش السيركل دي ولا لا، يبقى هجيب المسافة بينه وبين السنتر. طيب عشان اجيب المسافة بينه وبين السنتر لازم يكون مترتبة على شكل ax زائد by زائد c يساوي 0. تبقى ازاي؟ x زائد روت التلاتة y ناقص 8 يساوي 0. ومعايا سنتر، يلا اجيب المسافة. الخط معاملاته تنزل زي ما هي، زائد روت التلاتة زائد -8.
طبعا في ابسوليوت. اضرب في اول واحد النقطة اللي هو 0 هتطير، اضرب في التانية 0 فهتطير. طب وبالنسبة اللي تحت معاملات الخط بس، 1 سكوير ناقص، تقريبا كانت ناقص، والله العظيم نسيت القانون، يا نهار اسود، فين القانون يا عم؟ زائد، ماشي، يبقى زائد روت سكوير. اللي فوق مش بقى -8، بقى 8 عشان الابسوليوت القيمة المطلقة، على 1 زائد 3 روت الأربعة اللي هو 2 هيطلعلك في الآخر 4. المسافة بين اسمه ده ايه، السنتر بتاعي والخط 4 والراديوس 4. ايه ده، انا كده تاتش، انا كده بلمس الدايرة. طب انا عاوز اجيب النقطة اللي انا بلمس فيها الدايرة. بكل بساطة عوض في يساوي المعادلتين ببعض، او عوض واحدة في التانية. تيجي هنا جيب الاكس لوحدها في طرف، امسك ده بقى، شيل كل اكس وحطها فوق، هيبقى لي كام؟ 8 ناقص روت 3 واي سكوير زائد واي سكوير يساوي 16. تمام. ممكن احنا نيجي هنا اقولك الاول سكوير، 8 سكوير ب64 ناقص 2 في الاول في التاني يطلعلك 16 روت 3 واي، بعد كده زائد التاني سكوير اللي هي 3 واي سكوير زائد واي سكوير يساوي كام؟ 16. دي هتبقى 4 واي سكوير، ماشي. وهنا عندي زائد سالب كده، ال64 اوديها الناحية التانية بالناقص، هتبقى 16 ناقص 64 فيها سالب 48. استأذنك تقسم المعادلة كلها على 4. هنا هيبقى لي واي سكوير ناقص هنا 4 روت 3 واي بيساوي 48 على 4 فيها سالب 12. تمام. اعمل اكمال مربع لدي، واي ناقص نص معامل دي 2 روت 3 واي، خد بالك دول مضروبين، ها، هنا مفيش واي بقى خلاص، سكوير ناقص المعامل ده تربيع، هنا هتبقى 4 ودي هتبقى في 3 يساوي سالب 12. ماشي، اللي هي واي ناقص 2 مضروبة في روت 3 سكوير. طبعا دي هتروح الناحية التانية بزائد، هيتصفروا. حلو. بعد كده بقى ودي الاتنين الباور 2 الناحية التانية بالروت، هيبقى لك ده كده 3 بيساوي 0، اللي هي واي بيساوي 2 روت 3. واي بيساوي 2 روت 3. عاوز اجيب قيمة الاكس، ارجع عوض دي في معادلة الخط مثلا، يطلع لي اكس زائد روت 3 في روت 3 ب3 مضروبة في 2، كل ده بيساوي 8. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 2. يبقى هما نقطة التقاطع 2 و2 روت 3. السؤال ده كان جميل. تعالى نشوف هل احنا حليناه صح ولا لا. سؤال 5. طبعا احنا جبنا عرفنا ان هو تاتش، ونقطة التقاطع اهي 2 و2 روت 3. حلو. نخش على السؤال اللي بعديه. بيقولك عاوز اللينس بتاع الكورد، انترسبتد باي الخط ده، ماشي. يبقى هو عاوز يعرف طول الكورد، ومديك المعادلة بتاعته، ومديك ايه، ماشي. تعمل سهل. ماشي. هو اول حاجة بيقولك ان انا الدايرة بتاعتي كده، محتاجين نكتب الدايرة الاول، اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص 2 اكس ناقص 1 يساوي 0، والكورد بتاعي اكس زائد واي يساوي 1. طيب ماشي. الدايرة بتاعتي هنا هضطر اكمل دي، هعملها اكمال مربع، ناقص 1 سكوير ناقص 1 زائد واي سكوير بيساوي سوري، في ناقص 1 تنزل زي ما هي يساوي 0. حط البراكتات جنب بعض،
هنا ناقص واحد مع ناقص واحد ناقص اتنين، نروح التانية تبقى باتنين. يبقى انا السنتر بتاعي واحد وزيرو، ده السنتر، والار بتاعتي روت الاتنين. طيب انا كده اقدر ارسم الدايرة. علشان ارسم الخط ده، قول لو الاكس بزيرو تبقى الواي بواحد، ولو الاكس بواحد تبقى الواي بزيرو. هستأذنك بقى ايه، نرسم. انا عندي دايرة، الدايرة دي السنتر بتاعها واحد وزيرو، يعني هنا تقريبا، والقطر بتاعها مش مهم، روت الاتنين ده اللي هو واحد ونص تقريبا، روت اتنين واحد واربعة. ماشي نرسمها كده، مع ان كده كبيرة اوي. تعالى مثلا نصغرها شوية، هي المفروض تكون اصغر كده. ماشي ماشي. وعندي الخط بتاعي قالك من نقطة ايه لنقطة ايه، من زيرو واحد اللي هي هنا مثلا، ومن واحد وزيرو اللي هو سنتر ايه، اللي هو اصلا سنتر الدايرة بتاعتي، هو ده الخط بتاعي. او ثانية، ده هنرسمه اي لون، نعمل خط كده. ده الخط بتاعي. هو عاوز يجيب ايه، هو عاوز يجيب الطول بتاعه، عاوز يجيب من هنا لهنا لينس الكورد. الكورد اللي هو ايه، اللي هو جوه ايه، بس ده كده مش عارف، ده كده المفروض كده ما يكونش كورد ولا ايه، لان هو بيعدي على السنتر. يعني تعالى كده نتأكد من السؤال. طب تعالى نتأكد من السوليوشن، نشوف هو هيعملها ازاي. سؤال رقم 6. ماشي، سواء هو كورد او دايمتر فمش هيفرق. اظن الكورد يعتبر دايمتر، مش عارف، بس الدايمتر ليه خاصية تانية. بس ماشي نمشي الدنيا. انا عاوز اجيب المسافة دي، اجيبها ازاي؟ محتاج النقطة دي، النقطة دي اللي هي نقطة التقاطع. اجيب نقطة التقاطع ازاي؟ عوض بالخط بتاعك جوه المعادلة بتاعتي، اللي هي اكس بيساوي واحد ناقص واي. شيل كل اكس وحط ده، واحد ناقص واي سكوير زائد واي سكوير ناقص اتنين. تعالى نعوض في التحت اسهل، تحت اسهل، تبقى واحد ناقص واي ناقص واحد سكوير. هعوض في دي، او هعوض في اللي تحتها، هعوض في اللي تحتها، زائد واي سكوير يساوي اتنين. دي اللي هي واحد ناقص واحد اللي هي بزيرو، واي سكوير زائد واي سكوير يساوي الاتنين، اللي هي واي سكوير زائد واي سكوير يساوي الاتنين، اللي هي اتنين واي سكوير يساوي الاتنين، اللي هي واي سكوير يساوي الواحد. يبقى الواي هتساوي موجب او سالب واحد. طيب تعالى نعوض في الخط. لو الواي بواحد يبقى الاكس ايه، لو الواي بواحد ثانية، لو الواي بواحد يبقى الاكس بزيرو. طب لو الواي بسالب واحد يبقى الاكس بواحد او باتنين، لان واحد ناقص واحد باتنين. ماشي. يبقى دول النقطتين بتوعي، دول هما النقطتين دول، زيرو وواحد وايه. تعالى برضه نتأكد من الحل. زيرو وواحد واتنين وسالب واحد، مظبوط. اللي احنا لو جينا على الرسمة يطلع لك الزيرو والواحد اللي هي دي تعتبر، والزيرو والسالب، قصدي والاتنين والسالب واحد. هنا نمشي كده سالب واحد وانزل تحت اتنين. هي طبعا عشان الرسمة ثانية العبط ده، امشي كده اتنين وانزل كده سالب واحد. هي طبعا الرسمة يعني مش مظبوطة قوي عشان انا كان فيها روت وكده، بس هي نفس الفكرة يعني. طيب معايا النقطتين الانترسكتنج، عاوز اجيب الخط اللي بينهم، مش ده الكورد، اجيب المسافة اللي بينهم. يعني زيرو ناقص الاتنين سكوير زائد
واحد ناقص واحد سكوير، يبقى دي بكام؟ ب4 زائد 4، يبقى دي بروت ال8. solution روت ال8 اللي هي 2 روت 2، 8 اللي هي 2. تمام مظبوط. السؤال اللي بعديه ماشي، سؤال 7. بيقولك ان انا عندي كورد، الكورد ده عنده ميد بوينت 1 و2، السؤال ده مهم، ومديك الدايرة دي. تمام زي كل مرة بكتب الدايرة، يعني اكس ناقص 2 واي ناقص 3 يساوي 0. ركز انت في الامتحان وانت بتنقل الايكويشن تكون كاتبها صح، لان اشارة واحدة بتفرق في كل حاجة. هعمل كمان مربع، اظن بقى انتوا اتعودتوا بقى خلاص. يبقى كده واي نص معامل ده سكوير اكس ناقص 1 سكوير زائد واي ناقص 1 سكوير ناقص 1 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 5، واديهم الناحية التانية موجب 5. يبقى انا السنتر بتاعي 1 و1، والار بتاعتي بكام؟ بروت ال5. ماشي ماشي. طيب انا بقولك بقى ان تعالى مثلا نجيب كده صفحة الرسم كده، نيجي هنا اقولك انا عندي دايرة عند ال1 و1، نقول مثلا ال1 و1 دي فين؟ هنا مثلا كده، معانا نرسم دايرة نحطها عند ال1 و1. بقولك بقى عند ال1 و2 اللي هو فوق كده شوية هنا، عندي خط ثواني، عندي خط، الخط ده او الكورد ده هو المفروض كورد يعني اخره هنا بس، دي الميد بوينت بتاعته، الميد بوينت بتاعته دي اللي هي 1 و2. ماشي ماشي. دلوقتي زي ما قلت لك، فاكر بقى ما انا قلت لك في الشرح ان اي خط من السنتر للكورد لو هو ميد بوينت معناه ان هو زاوية 90. ميد بوينت يعني دي قد دي. طب ما دام هو ميد بوينت معناه ان هو بيعمل زاوية 90. هتقولي يعني ايه زاوية 90؟ هقول لك يعني ده الاخضر بربنديكولار للاحمر. طب ما تجيب، انا هنا معايا نقطة على الاحمر، نقطة على الاحمر اللي هي الميد بوينت. عشان اجيب معادلة خط محتاج اما نقطة وميل اما نقطتين، ما اقدرش اجيب نقطة تانية. هتقولي عوض المعادلة في الدايرة، اقولك فين المعادلة اصلا مش معايا. فانا محتاج دلوقتي ايه؟ نقطة تانية او ميل. ايه رأيك نجيب ميل الخط الاخضر ونشقلب ونعكس اشارة يكون هو ميل ايه؟ الخط الاحمر لان هما بربنديكولار. هتقولي فكرة حلوة. اجيب ازاي الخط الاخضر؟ هقولك المسافة بين السنتر وبين النقطة، السنتر بتاعي 1 و1 والنقطة بتاعتي 1 و2. يبقى ال ثانية، لأ أنا مش عاوز أجيب مسافة، أنا عاوز أجيب الخط عن طريق نقطتين، تبقى واي ناقص 1 واي على اكس ناقص 1 بيساوي 1. ثانية، 1 ايه بقى؟ يبقى 1 ناقص 2 على 1 ناقص 1. ايه ده؟ ده الميل بتاعه بايه ده؟ برقم على صفر؟ ما ينفعش. هقولك عادي، انا الميل ده ما يهمنيش، انا يهمني ايه؟ يعكس وشقلب، اللي هو الزيرو يتعكس يبقى في المقام يبقى سالب، اللي هو زيرو برضو. يبقى ميل الخط الاحمر بزيرو. حلو. طيب وانا معايا نقطة ومعايا ميل، اقدر اجيب خط. الخط بتاعي يبقى واي بيساوي 0 في اكس زائد بي. بي دي اللي هي كام؟ اللي هي الواي انترسبت. الواي انترسبت هنا كام؟ 2. اللي هو طلعت قد ايه في الواي؟ طلعت المسافة دي اللي هي 2. او انت اللي هو الخط بتاعي واي بيساوي 2، او انت بالنظر كنت هتقدر تعرف ان الخط بتاعك واي بيساوي 2 على طول. ماشي ماشي. خلصنا من السؤال ده، كانت فكرته لذيذة. نخش في السؤال اللي بعديه. طبعا السوليوشن بتاعه اه انا طبعا مش عارف هو عوض في ايه المعادلة اللي هو عملها دي، بس انا الطريقة اللي جبتها بيها كانت اسهل يعني. تمام. نيجي للسؤال اللي بعديه، سؤال 8.
الاسئله دي اتقالت في المحاضره. تبقى السؤال ده احنا حليناه. بيقولك find the position of the two points، واحد واتنين وواحد وواحد. هنا فوق واحد واتنين واحد وواحد، نفس المعادلة نفس المعادلة. ماشي، سؤال 8 ده متكرر. السؤال اللي بعديه بيقولك هاتلي معادلة دايرة السنتر بتاعها -5 و6 وتانجنت للإكس أكسس. هتقولي طب أنا عشان أعمل معادلة دايرة محتاج سنتر وراديوس. السنتر وهو معايا، ناقصلي مين؟ الراديوس. مديك هنت بيقولك ان هي تانجنت للإكس أكسس. يعني ايه تانجنت للإكس أكسس؟ يعني أنا هنا فين سالب 5 و6، سالب 5 و6، امشي على إكس -5 وانزل 6 هنا مثلا كده. يبقى أنا عندي هنا دايرة كده، وبتلمس الاكس اكسس، اللي هو الحتة دي بتلمسه من هنا. تقول لي يعني انا لو جبت المسافة من هنا للاكس اكسس دي كده تعتبر الراديوس. هقول لك ايوه. تقول لي طب انا اجيب المسافة دي ازاي؟ بالنظر، نزلت 6 خطوات، 6 خطوات. ماشي، يبقى المسافة دي ايه؟ يبقى الار ب6. يبقى المعادلة بتاعتي كام وكام؟ اكس ناقص اكس النقطة تبقى -5 سكوير، زائد واي ناقص النقطة 6 بيساوي 6. غلط، 36. 6 سكوير، ولازم تكتبها لها كده. طبعا دي سكوير، البراكت ده سكوير. ماشي ماشي. السؤال اللي بعديه بيقول لك السؤال اللي بعديه برضو جميل. بيقول لك هات لي معادلة الدايرة، مديك السنتر برضو، ومديك خط هي تانجنت ليه. السؤال ده بقى هيتحل ازاي؟ هو قريب شوية من اللي احنا لسه حلينه. ثانية واحدة برضو عشان أنا نسيت اصلا بيتحل ازاي. ماشي، انا عارف ان انا اكتب اللي انا اعرفه. عطلت اكتب اللي انت عارفه. تبقى اكس ناقص السنتر سكوير زائد واي ناقص السنتر سكوير بيساوي مفروض ار سكوير. انا دلوقتي محتاج اجيب الار دي مش هي المسافة بين التانجنت المماس والسنتر بتاعي؟ اقولك معايا خط ونقطة، ما تجيب المسافة بينهم. المسافة بينهم هيكون ايه؟ ابسوليوت 2 - 1 زائد 5 على 2 سكوير زائد -1 سكوير. هنا هضرب في النقطة 3 زائد هنا هضرب في النقطة 4 بس، واحسبها. تعالى نحسب دي. اللي تحت هيبقى 1 و4 يبقى روت ال5، واللي فوق هيبقى عندي 6 زائد ناقص 4 زائد 5. 6 زائد 5 11. 11 ناقص ال4 فيها 7، تبقى 7 على روت ال5. ده الراديوس بتاعي. هاجي هنا احطه تربيع، يبقى 7 سكوير على 5. طبعا هنا السكوير على 7 بس. اول يا عم احنا تعبنا ليه معاك؟ 49 يعني على 5. ماشي ماشي. ده كده السؤال ده. السؤال اللي بعديه بيقولك find the equation of the circle. بتعدي او بتلمس المحاور بتاعتي اللي هو الموجب والسالب، اللي هما الكوردينيت بتوعي. في نفس الوقت السنتر بتاع الراديوس بتاعها 4. الراديوس بتاعها 4. يبقى انت برضو عطلان تعمل ايه؟ ارسم. هي المفروض دايرة بتلمس المحاور كده اهو. في نفس الوقت الراديوس بتاعها 4، يبقى ده 4 في ده 4. يبقى السنتر كام وكام؟ هتقولي 4 و4. هقولك يبقى المعادلة ايه؟ اكس ناقص 4 سكوير زائد واي ناقص 4 سكوير بيساوي الراديوس اللي هو ب4، يبقى 16. هقولك حلو. هل ده اجابة السؤال؟ هقولك غلط. ليه؟ لان المفروض ان انا عندي كمان دايرة تحت. اشمعنى؟ ركز في الحاجات دي، بتيجي كتير في الامتحان، خصوصا سؤال الامتياز اللي هو بيكونوا رسمتين وانت من غير ما تاخد بالك. ده يبقى كام وكام؟ -4 و4، اللي هي من الاخر معادلته هتكون اكس زائد 4 سكوير عشان بعكس الاشارة، واي زائد 4 سكوير بيساوي 16 برضو. تمام تمام. السؤال اللي بعديه
هنا مديك معادلة دايرة، وبيقولك شوف لي البوزيشن بتاع النقطة دي، وشوف لي الخط اكس بيساوي 3 برضو، هو جوه ولا بره ولا عليه. الحاجات دي سهلة، احنا خلاص قلناها. عاوز تعملها كده، عاوز تحله ممكن تعمل ستوب وتحله اهو، تحل السؤال. ماشي ماشي. السؤال اللي بعديه find the equation of the circle passing through the point كذا، والبوينت دي والنقطتين دول end of the diameter. ده احنا برضو فكرة شبه وحليناها. عاوز تحلها وتتدرب، خد سكرين اهو وجرب. اخر سؤال find the length of the chord. طبعا لسه في اسئلة كمان تحت، لسه هم 17. عاوز لينس الكورد من الاكس 3 اللي على السيركل دي. السؤال ده برضو احنا فيه شبه وحليناه. بكل بساطة عوض 3 سكوير زائد واي سكوير يساوي 25، واي سكوير بيساوي 16، الواي موجب او سالب 4. فبالتالي الاكس قيمتها تبقى بكام؟ ارجع عوض تاني، تبقى الاكس سكوير بيساوي 16 ناقص 25 في 9. يبقى الاكس بتساوي موجب او سالب 3، او لا، الاكس بتساوي 3. هو اصلا قايلك الاكس بتساوي 3. يبقى النقطة بتاعتي 3 و4 و3 وسالب 4، بس نجيب المسافة بين النقطتين دول. طيب السؤال اللي بعديه مديني معادلة دايرة وديسكرايب الخط ده خط لانه مفهوش سكوير، ده خط ايه علاقته بالدايرة، جوه ولا بره ولا عليه؟ حليناه. وجيب لي نقطة تقاطع. شوف بقى لو هو مش لامسين بعض ولا ان الخط separated او disjoint. لو الخط بيتاتش الدايرة يبقى هو تانجنت وهتجيب نقطة تقاطع واحدة. حلينا سؤال شبه. ولو هو جواها intersecting هتجيب نقطتين تقاطع، عشان كان بيقولك if they exist. طيب تيجي بقى ايه السؤال ده، نيجي كده فين question 2. question 2 اهو. السؤال ده بتاع هات الراديكال اكسس. السؤال ده طيب اجيبه ازاي؟ بكل بساطة احنا قلنا الراديكال اكسس هو الخط اللي بيحافظ على مجموعة من النقط بتحافظ على نفس العلاقة بين الدايرتين. اكس ناقص 6 واي بيساوي 0، و4 اكس سكوير زائد 4 واي سكوير ناقص 10 اكس ناقص 10 واي ناقص 13 بيساوي 0. ماشي ماشي. عاوز اجيب الراديكال اكسس، اعمل ايه؟ طبعا دي اقسمها على 4، اكس سكوير زائد 4 واي سكوير ناقص 10 على 4 اكس ناقص 10 على 4 واي ناقص 13 على 4 يساوي 0. ماشي ماشي. اعمل ايه؟ اطرح المعادلتين من بعض، ده هيطير مع ده هيطير مع ده، هيبقى لي سالب 8 ناقص بموجب بالنسبة للإكس، وبالنسبة للواي هيبقى لي سالب 6 ناقص موجب الواي. وهنا هيبقى لي اللي فوق مفهوش جزء ثابت، يبقى ايه؟ ناقص هتتقلب ايه؟ 0 ناقص 13 هتتقلب موجب بيساوي 0 بس. وتحسب لي الارقام دي بقى اللي هي بين كويس. يعني انا اقول لك سالب 8 زائد 10 على 4 تطلع لك سالب 11 على 2 اكس، والتانية سالب 6 زائد 10 على 4 فيها سالب 7 على 2 واي. كل ده بيساوي سالب 13 على 4. خد السالب عامل مشترك، 7 على 2 بيساوي 13 على 4. اسحب من هنا 2 وديها الناحية التانية، 11 اكس زائد 7 واي بيساوي 13 على 2. ده كده الخط بتاعي. ماشي ماشي. حب بقى يعرف هو تاتش ولا مش تاتش ولا مش عارف ايه، يعني عاوز اعرف نقطة التقاطع بينه وبين الدايرتين. هتعملها ازاي؟ بكل بساطة امسك الخط ده عوض بيه هنا في المعادلة دي،
هيطلع لك يا اما not exist، يبقى هو اصلا الراديكال اكسس عبارة عن الدايرتين بعاد عن بعض كده، ولو طلع لك نقطة واحدة يبقى الدايرتين دول تاتش والراديكال في النص، ولو طلع لك نقطتين يبقى التو دايرتين انترسكتنج والراديكال اكسس في النص. ماشي ماشي. ده كده بالنسبة للسؤال ده. بالنسبة للسؤال اللي بعديه برضو نفس الكلام، هاتلي العلاقة بين الدايرتين. يبقى اول حاجة هجيب السنتر بتاع دي والسنتر بتاع دي، ماشي، واجيب الريديوس بتاع دي والريديوس بتاع دي. تعالى نحل. هو كده كده ايه اخر سؤال، فتعالى ايه نحل. ماشي ماشي. طبعا اسئلة الديسكرايب انت كل اللي يهمك فيها ان انت بس تركز انك ما تغلطش في الاشارة وانت بتعمل اكمال مربع والحاجات دي. اول دايرة، ماشي، تاني دايرة، زائد. عاوز اعرف العلاقة بين الدايرتين دول. اول حاجة لازم ايه اظبط بقى، يعني اظبط الدايرتين. مثلا نيجي هنا نودي كان الناحية التانية. تعالى هنا تبقى اكس زائد 3 سكوير ناقص 9. هنا واي ناقص 1 سكوير ناقص 1 زائد 6 يساوي 0. اكس زائد 3 سكوير زائد واي ناقص 1 سكوير. هنا ناقص 1 وناقص سالب 10، سالب 10 زائد 6 سالب 4، تروح الناحية التانية موجب 4. يبقى سنتر سالب 3 وواحد، والار بكام؟ ب2. طب تعالى هنا التانية، اكس ناقص 1 سكوير ناقص 1 زائد واي زائد 2 سكوير ناقص 4 زائد 1 تساوي 0. اللي هي اكس ناقص 1 سكوير زائد واي زائد 2 سكوير ناقص 4 وناقص 1 ناقص 5 زائد 1 سالب 4. اودي الناحية التانية تبقى موجب 4. يبقى السنتر بتاعي كام؟ 1 وسالب 2، والراديوس بتاعت 2. طيب مجموع الاتنين راديوس ب4. طيب عاوز اعرف المسافة بين الاتنين سنتر. هيقولك 1 زائد 3، لان هي فيها ناقص ناقص موجب، زائد هنا تبقى 1 زائد 2 برضو من ناقص ناقص موجب، هيبقى لي كام؟ 4 سكوير اللي هي 16 زائد 3 سكوير اللي هي 9، اللي هما 25، اللي هو الروت بتاعهم ب5. ده المسافة بين الاتنين سنتر اكبر من مجموع الاتنين راديوس، فبالتالي الدايرتين دول separated او disjoint. ماشي ماشي. هو عاوز يجيب بقى الراديكال اكسس. ماشي، انا نجيب الراديكال اكسس. الراديكال اكسس اجيبه ازاي؟ هي دي معادلة الدايرة، ثواني عشان كده معادلة الدايرة خربت. كانت زائد 1 4 واي 2 اكس زائد 4 واي. ماشي، هجيبهم ازاي؟ اطرح المعادلتين من بعض، دي هتطير مع دي، دي هتطير مع دي، طبعا لازم يطيروا مع بعض. ناقص 6 اكس ناقص 2 8 اكس ناقص 2 واي ناقص 4 واي ناقص 6 واي. 6 ناقص 1 ب5 يساوي 0. ده الراديكال اكسس بتاعك. ماشي ماشي. تعالى كده نجرب نعوض بيه في المعادلة دي، نجيب اللي هو نقط التقاطع. 8 اكس بيساوي 6 واي ناقص 5. الاكس بتساوي 6 على 8 فيها 3 على 4 واي ناقص 5 على 8. 5 على 8. شيل الاكس، اني معادلة اسهل اني معادلة اسهل. تعالى نعمل اكمال مربع لدي بسرعة. تبقى اكس ناقص 1 سكوير ناقص 1، احنا قلنا خلاص عرفنا ان الناتج يبقى زائد واي زائد 2 سكوير كده بيساوي 4. خلاص احنا خلاص لسه جايبينها اصلا من شوية. حلو حلو. شيل كل اكس وعوض بالقرف ده، هيطلع لك 3 على 4 واي ناقص 5 على 8 ناقص 1 سكوير زائد واي زائد 2 سكوير بيساوي 4. ده اللي هو تعالى نحسبه، -5 على 8 ناقص 1، يبقى 3 على 4 واي
ناقص 13 على 8 سكوير زائد واي زائد 2 سكوير يساوي 4. تعالى كده نعملها شيفت سولف. 3/4 ناقص 13 على 8 سكوير زائد واي كده شيفت كالك يساوي اللي هو هيطلع لك بكام. طبعا احنا اصلا انا ليه بعمل كده؟ عشان مفروض ان الدايرتين دول يكونوا برا بعض، يعني برا بعض، فبالتالي ما يكونش في نقط تقاطع، الراديكال اكسس مش لامسهم اصلا، فبالتالي لازم يطلع لي ارقام خياليه او ايرور. بس انا ايه بشوف اقول لا 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 بتعمل شيفت سولف. طبعا ده بيتفك ازاي بقى؟ ده انت تقعد اقولك الاول تربيع، الاول في التاني في اتنين، الحاجات دي بقى في الكوم يعني. والله انا حاسس ان انا لو عملتها تكون اسرع من الآلة. شايف ممكن ابص الحتة دي بقى لو اهو بداية لي كانت سولف، لي كانت سولف. طيب تعالى برضو نجرب احتياطي. هنا الاول تربيع يبقى 9 على 16 واي سكوير ناقص الاول في التاني في 2 هيبقى لك 3 على 2 في 13 على 8 واي ناقص ده تربيع 13 زائد بقى كده. طيب زائد كام؟ واي سكوير زائد 4 واي زائد 4 بيساوي 4. الأربعة دي تروح الناحية التانية تطير، هيبقى لي هناك صفر. ماشي ماشي. هنا الرقم ده عايزين نوديه الناحية التانية يبقى بالسالب، يبقى أنا يبقى عندي 9 ناقص 16 واي سكوير ناقص دي هتبقى كام؟ تبقى 3 في 13 39 واللي تحت يبقوا 16 واي زائد واي سكوير زائد 4 واي، كل ده بيساوي سالب 13 على 8 سالب 13 على 8 سكوير، وفي بره سالب اللي هو الإشارة اللي راحوا بيها. تمام. اجمع ده مع ده وده مع ده وهتعمل إكمال مربع. أي مكان اللي هيطلع لي جوه مش مهم ايه، المهم ان انا عندي هنا سكوير، السكوير دي هتروح الناحية التانية بالروت، هيبقى لي روت ايه؟ روت سالب 13 على 8 سكوير. اهو سالب اهو. تمام. فعشان كده ايه الرقم imaginary معناه ان هما ما بيلمسوش بعض اصلا، واحنا اصلا اثبتنا كده من الاول. انا بس عملت كده عشان اثبت لك انت مش محتاج تعمل كل ده في الامتحان. انا جبت العلاقه بين الدايرتين، فالدايرتين طلعوا separated او disjoint. ماشي ماشي. بعد كده رحت جبت الراديكال اكسس، بس لو هو قال لي عاوز نقط الانترسكشن هقول له مش موجودين because the two circles are separated، انما مبعودين عن بعض او disjoint. تمام. بس طبعا ما تنسوش تدعوا لصاحب فكرة الفيديوهات ولصاحب الأسئلة اللي كتب الأسئلة في المحاضرة. ماشي. وطبعا ما تنسوش تشوفوا فيديوهات الدكتورة أهم طبعا من كل العك ده، وما تغلطش في من المربع. السكوير لازم يكون جنبه ايه؟ واحد. لازم يكون جنبه ايه؟ واحد. لا سالب واحد ينفع، لا أي رقم ينفع، هو واحد بس. ماشي. وشوفوا لو عندكم أفكار تانية نعملها للفيديوهات الجاية تكون أحسن يعني. وبرضو فيديوهات من اول البرابولا هبدأ اجيب لكم افكار تربط بين الدايرة والبرابولا والستريت لاين، شبه اسئلة الامتياز يعني. بس دي يعني افكار يعني محنكشة كده، تبقى تشوفها بقى الفيديو الجاي.